عايزين تعملوا احلى كباب حله او لحمه بالبصل زي الكتاب بيقول، يبقى الفيديو ده ليكم. هقول لكم ازاي يطلع معاكم احلى طعم وريحه للحمه باضافه حاجه صغيره قوي، وازاي ناخد صوص تقيل. حطوا لايك ويلا نبدا كده على طول. في حله او طاسه على النار هننزل بمعلقه كبيره كده من السمنه، واول ما هتسخن كويس قوي معايا هنزل باللحمه على طول واحده واحده كده جنب بعض. مش هنحطها فوق بعض عشان نشوحها وما تنزلش ميتها. النار عاليه شويه. انا هنا ضايفه حتتين ليا كده مع اللحمه، بتدي طعم وريحه للحمه حلوه قوي. اللي مش حابب اللي هي ممكن يستغنى عنها عادي. اول ما هتتحمر معايا هقلبها على الناحيه التانية بالشكل ده عشان تاخد تشويحه كده من الناحيتين ولون كده حلو. عشان كده بقول لكم لازم الحله او الطاسه تكون سخنه معايا اول ما ننزلها عشان تاخد صدمه كده على طول. كل ما كانت قطعيه اللحمه بتاعتي صغيره كل ما كانت هتستوي بسرعه ومش هتاخد معايا وقت، وبس لو كانت كبيره هقول لكم برضو هنعمل فيها ايه. بعد كده هكون مجهزه البصل اللي عندي اللي جزء منه حلقات والجزء التاني بشر كده كبير شويه، عشان ده اللي هيخلي معايا الصوص يبقى تقيل. هنشوح بقى البصل دي كده مع اللحمه لحد ما هتدبل معايا. في ناس بتحب تضيف البصل الاول وبعد كده تنزل باللحمه، بس انا جربت الاتنين وبفضل ان انا اشوح اللحمه الاول في السمنه وبعدين انزل بباقي المكونات، ده بيدي نتيجه حلوه قوي. بعد ما شوحتهم كويس كده هنزل بطماطمايه متقطعه قطع صغيره وقرن فلفل شطه، واللي مش حابب يحط الشطه براحته. هنديها كده تقليبه مع بعض، وهكون طبعا بغلي ميه عشان مش هينفع بعد كده نضيف ميه بارده عشان اللحمه تستوي معايا. وهضيف الاول الفلفل الاسود والسبع بهارات، وما بكترش بهارات عشان هي اللحمه مش محتاجه، يعني طعمها بيبقى حلو لوحده. بعد كده هزود بقى الميه، ومن وقت للتاني هبص عليها لو احتاجت ميه تاني هبدا اضيف لحد ما هتستوي معايا. حتى لو اللحمه كبيره بفضل اضيف كده شويه بشويه، ما ينفعش اضيف مره واحده كميه ميه كبيره، لازم واحده واحده. بعد كده بظبط طعم الملح ده لما تقرب تستوي، يعني هي خلاص كده استوت فبظبط الملح. وبعد كده بكون حاطه فحمايه كده على النار. اول ما بتسخن معايا بحط ورقه فويل في قلب اللحمه كده في النص، وبحط عليها الفحمايه وبنزل بنقطتين من الزيت واغطي عليها. ده بيخلي اللحمه بتاعتي تروح في حته تاني خالص، الريحه والطعم عايزه اقول لكم بتفرق كتير قوي، وهي خطوه صغيره اللي بنعملها بس بتخلي معايا كباب الحله طعمه حلو قوي قوي قوي. الفيديو سهل قوي وبسيط وطريقة بسيطة، مفيش احسن من كده، بس الطعم حلو قوي لو مشينا على نفس الخطوات. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. باي باي.